اخطاء بسيطه جدا الحامل ممكن تعملها تسبب تشوهات للجنين، هنتكلم عنها بالتفصيل في الفيديو ده. اول حاجه معانا وهي الادويه. ممنوع منعا باتا ان انت تاخدي اي علاج غير باستشاره الدكتور بتاعك. ما ينفعش ان انت مثلا واحده زميلتك حامل وفي نص الشهر بتاعك او عدى عليها الشهر بتاعك وتقول لك انا لما كنت مصدعه مثلا جبت البرشام الفلاني وخدته وريحني، فانت تروحي رايحه جايباه وتاخديه. ما ينفعش ابدا كده، انت بتاذي نفسك وبتاذي البيبي. لازم قبل ما تاخدي اي علاج ايا كان، حتى لو انت شايفاه حاجه بسيطه، لازم ترجعي للدكتور بتاعك الاول. وعلشان كده لما حد منكم يبعت لي على اي حاجه ويسالني على اي علاج، انا ما اقدرش اجاوبه طبعا. بقول لك لازم ترجعي للدكتور بتاعك، لان هو الوحيد اللي ادرى بحالتك وحاله الرحم بتاعك وحاله صحتك عامله ازاي. هو اللي شاف السونار بتاعك وهو اللي شايف تحاليلك، فانا ما اقدرش ان انا ارشح لك اي علاج غير الدكتور بتاعك هو اللي يكون قايل لك عليه. طبعا احنا عارفين ان العلاج الوحيد اللي اي حامل في الشهور الاولى تقدر تاخده من غير اي اضرار هو الفوليك اسيد. هي دي الحاجه الوحيده اللي كلنا متفقين عليها، لكن اي علاج تاني ما ينفعش تاخديه غير الدكتور بتاعك هو اللي يكون قايل لك عليه، على نوع الدواء وعلى جرعته كمان. وطبعا احنا اتفقنا ان لو في اي صله قرابه بينك وبين جوزك، او مثلا كان في حمل سابق ليكي حصل تشوهات للبيبي، او مثلا في العيله بتاعتك او في العيله بتاعت جوزك مثلا في حالات تشوهات حصلت كتير، لازم تبلغي الدكتور بتاعك علشان يبتدي يتبع معاكي الحاله، ان هو يشوف ايه الفوليك اسيد المناسب ليكي، انهي نوع فيهم وانهي جرعه تتناسب معاكي، عشان بعد الشر ما يحصلش اي تشوهات للبيبي الجاي. يبقى احنا كده اتفقنا ان اول واهم نقطه في ان احنا نتفادى التشوهات ان احنا مش هناخد اي علاج غير باستشاره الدكتور بتاعنا. تاني حاجه مهمه جدا هنتكلم عنها وهي الاكل. طبعا انا عامله لكم فيديو شرحه فيه الاكل بالتفصيل، انهي اكل بيضر البيبي وانهي اكل بيفيد البيبي. الاكل اللي بيسبب تشوهات هنبعد عنه تماما، والاكل اللي بيفيد البيبي يا ريت نركز معاه طول الحمل. فانا مش هذكر الاكلات، هسيب لكم لينك الفيديو في الكومنت المثبت علشان خاطر ترجعوا للاكلات وتشوفوها. لكن عندي نقطه مهمه جدا في موضوع الاكل ده عايزه اتكلم فيها. بتلاقي ان واحده حامل تيجي انت مثلا تقولي انا نفسي في الكبده وانت لسه في اول 3 شهور، هتقولك كلي عادي، ما انا كنت باكلها طول الحمل وهو انا قمت بالسلامه وما حصلش حاجه. يا جماعه كل جسم فينا غير الجسم التاني خالص. كمان انت حملك الاولاني ممكن يكون مختلف تماما عن حملك التاني، فكل واحده اعراضها غير التانيه، جسمها غير التاني. ما اقدرش ان انا اعمل اللي انت عملتيه في حملك والاقي ان هو عدى معايا بسلام. ممكن يكون عدى معاكي انت بسلام يسبب لي انا مشكله، ممكن الحاجه اللي انا عملتها وعدت معايا بسلام تاذي غيري. فمش عايزاكي تسمعي كلام اي حد في نقطه الاكل دي بالذات. هتقولك كلي فسيخ عادي جدا، ما انا كنت باكل وما حصليش اي حاجه. احنا كده بنأذي نفسنا وبنأذي البيبي. يعني انت يا ريتك بتأذي نفسك لوحدك، انت كمان بتضري البيبي اللي في بطنك ده، كده انت مش عارفه تحافظي عليه. واكبر مثال على ان كل واحده فينا جسمها غير التاني، ان هو مثلا ممكن تلاقي واحده من اقل مجهود اللي هو لو شالت كرسي من مكانه وحطيته مكان تاني هتلاقي نفسها ان هي بقت عندها اجهاض منذر ونزل عليها نزيف ودخلت في قصه انها ممكن البيبي ينزل. وواحده تانيه ممكن تشيل الدنيا وتهدها وحملها تمام مفيش اي مشكله. غير كده ان مثلا برضو بتلاقي في حوامل الدكتور بيمنعهم من العلاقه، وفي حوامل الدكتور ما بيجيب لهمش سيره العلاقه وشايف ان امورهم مستقره. فهنلاقي ان كل واحده فينا في الحمل بالذات جسمها غير التانيه تماما. فما تسمعيش لاي واحده تقولك انا كنت بعمل كذا وكان عادي فانت تعملي زيها. ربنا سترها معاها، هو طبعا ربنا بيسترها معانا جميعا، بس احنا برضو لازم نخلي بالنا ونحافظ على البيبي اللي في بطننا ده. المهم ان انت تخلي بالك من اكلك كويس جدا، والاكله اللي انت عارفه ان هي هتضر البيبي وتلاقي نفسك ان انت هتضعفي وهتاكليها، افتكري كويس جدا ان اللحظه اللي هتشوفي فيها البيبي بخير وسلامه اهم جدا من اي اكله ممكن تاكليها وتضره بعد الشر. ما تستهونوش يا جماعه بنقطه الاكل دي بالذات، لان فعلا بيحصل منها كوارث. بلاقي منكم بيبعت لي ان مثلا لسه ما كانتش عارفه بالحمل وكلت كذا، بتقول لي مثلا انا ما كنتش عارفه ان انا حامل وكلت فسيخ من كام يوم، انا ما كنتش عارفه ان انا حامل وكلت كبده من كام يوم. بصوا هو سبحان الله من ستر ربنا علينا ان لحد ما بنعرف بالحمل اي غلطه بتحصل ربنا بيعديها، وسبحان الله ده من ستر ربنا ورحمته بينا. غير كده ان انت اول ما بتعرفي بالحمل خلاص انت ربنا مديكي امانه لازم تحافظي عليها، التزمي بكل التعليمات عشان البيبي يجيلك بالسلام. فعلشان كده عايزاكي من اول الجواز، او لو كمان عرفتي من قبل الجواز بشهر، تبداي في اقراص الفوليك اسيد كحمايه ووقايه ليكي وللبيبي ان شاء الله اللي ربنا هيكرمك بيه. ابداي فيه من اول الجواز او من قبل الجواز بشهر. كمان لو انت مثلا ده تاني حمل ليكي او تالت حمل، مجرد ما تشيلي الوسيله وتبداي في التخطيط للحمل، عايزاكي تبداي برده في اقراص الفوليك اسيد. كمان نقطه تانية مهمه جدا لازم نخلي بالنا منها كويس، الحوامل اللي مثلا بتدخل مولات او تدخل بنوك او تدخل الاماكن اللي بيكون فيها اللي هي البوابات الالكترونيه دي، مش عايزاكي تعدي منها، عدي من جنبها، عدي من بعيد عنها، وعرفي فرد الامن ان انت حامل. مش هتلاقيه بيعارضك ابدا عشان هو عارف ان الاشعاع اللي بيخرج منها خطر عليك
عليكي وخطر على البيبي. وطبعا الحوامل اللي شغلهم في مجال الاسنان او في اي مجال بيطلب فيه اشعاعات لازم تبعدي تماما عن غرفه الاكس راي. حاولي ان انت اي جهاز بيخرج اشعاعات ان انت تبعدي عنه وتتجنبيه تماما. ولو مثلا لا قدر الله حصل اي تعب في فتره الحمل والدكتور طلب منك اشعه، لازم تبلغي الفني اللي هيعمل لك الاشعه ان انت حامل. بيبقى في شويه اجراءات وقائيه كده بتتعمل للحوامل اثناء الاشعه. حاجه كمان لازم تخلي بالك منها كويس جدا، وهي انك ما ينفعش تخلطي اي مواد كيماويه على بعض وتستنشقي الغاز الخارج منها. يعني مثلا ما تجيش تبقي هتروقي مثلا او هتنضفي وتيجي تحطي كلور على مذيب دهون على شويه خلطات وتعملي خلطه. الروايح اللي خارجه منها دي هتضر البيبي جدا، بتسبب تشوهات بنسبه كبيره قوي. فلازم تخلي بالك ان في نقطه التنظيف دي بلاش اي مواد كيماويه ابدا، بلاش تستخدمي البيروسول اللي ليه ريحه. اي حاجه بيخرج منها ريحه نفاذه ابعدي عنها تمام. وطبعا برضو عايزاكي تبعدي تماما عن اي مكان فيه ريحه تدخين. ولو في شخص مدخن معاكي في البيت ما يدخنش في البيت خالص طول ما انت موجوده، لان برضو التدخين السلبي مؤذي جدا للبيبي. اي حاجه بتوصل لجسمك بتوصل للبيبي بسهوله جدا، فهتلاقي ان ممكن بعد الشر البيبي مولود بحساسيه في صدره او كمان مولود بالتهاب رئوي، وده بيكون بسبب التدخين السلبي. لان باختصار كل حاجه بتوصل لجسمك بتوصل للبيبي بسهوله جدا. يعني انت مثلا لو في واحده صاحبتك سابت معاكي امانه ولا سابت معاكي حاجه بتخلي بالك منها كويس جدا وبتحطيها في عينك. فتخيلي انت ربنا حط جواكي امانه عايزك تحافظي عليها لحد ما تجيلك بالسلامه، فهل هتقدري تكوني مش قد الامانه قدام ربنا؟ حافظي على البيبي كويس جدا. صدقيني اللحظه اللي هتعرفي فيها ان هو جه بالسلامه وما فيهوش اي مشكله دي عندك بالدنيا بجد. حاولي ان انت اي حاجه هتضعفي، اكله بتسبب مشكله للبيبي تجنبيها، ريحه نفاذه ممكن تاذي البيبي بعيدي عنها. اي حاجه من الحاجات اللي ذكرناها في الفيديو تجنبيها تماما عشان تفرحي بالبيبي ان شاء الله لما يجيلك سليم معافى. عايزاكي تحافظي على نفسك كويس جدا، لان محافظتك على نفسك هي بالظبط محافظتك على البيبي. ولو عايزاني اعرفك ايه هي الاكلات المسموحه وايه هي الاكلات الممنوعه اكتبي لي في الكومنتات عايزه اعرف. ولو عندك اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش اللوف الجميل بتاعك.